عايزاكي تقولي لي سبب واحد يخليكي ما تعمليش الميني بانكيك في البيت وتفرحي ولادك بيه، وبمكونات بسيطة جدا تقدري تعملي كمية كبيرة قوي منه. انا هعمل مقدارين لاني كنت عاملة كمية كبيرة جدا لضيوف، بس انا كاتبالك العيار نص العيار بالظبط على الشاشة. يعني انا حطيت 4 بيضات، انت لو هتعملي نص الكمية هتعملي بيضتين، معلقتين كبار من السكر، هنحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا وهنضربهم كويس جدا. وبعد ما نضربهم كويس جدا هننزل بربع كوبايه من الزيت. انا طبعا بقولك العيار نص العيار اللي انا مصوراه، لانه ده بيعمل كميه كبيره جدا جدا، يعني جدا جدا. فانت تقدري تعملي نص الكميه اللي انا كاتباها لك على الشاشه. هنحط كوبايه ونص من الحليب وهنكمل ضرب كمان. وبعد ما نضرب كويس جدا ونحس ان المكونات كلها اختلطت في بعض هننزل كوبايتين من الدقيق، وهنحاول ندوبهم كده بالمضرب. او تقدري تعملي كل المكونات دي في الخلاط، يعني شفشق الخلاط وتحطي فيه البيض والسكر والفانيليا والزيت واللبن والدقيق. وبعد كده تضربيهم كويس جدا وتحطي البيكنج باودر ورشه بسيطه من الملح. طبعا هنحتاج للمعيار الصغير اللي هو نص الكميه اللي انا عاملاها معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه بسيطه من الملح. وقوام العجينه بيكون اخف شويه من قوام الكيكه العادي، وهوريكي شكله بيبقى عامل ازاي دلوقتي بعد ما اتاكد ان كل الدقيق داب تماما. بصوا القوام عامل ازاي، بيكون زي قوام الكيكه بس اخف شويه. هسيبه يرتاح حوالي ربع ساعه، وبعد كده هحطه في العلبه دي بستغناش عنها ابدا، دايما بعمل بيها القطايف الميني بانكيك. بتسهل لي جدا الكميات اللي بتنزل منها يعني. وبقدر اتحكم في الحجم زي ما انتم شايفين، ممكن نعملها ميني صغير كده او نعملها بانكيكس كبيره زي اللي بنشتريها من المطاعم بره. بس انا بحب اللي هي الصغيره دي، بتبقى لذيذه قوي وبتتاكل كده بالشوكه. ولو عندك بيبيهات او اطفال هيبقى سهل عليهم ان هم يعرفوا ياكلوها. طبعا هي عملوا كميه كبيره جدا زي ما قلت لك، وعلشان اسرع في عمليه الخبز استخدمت طاستين، واحده من جوه كده واحده من بره. وبقيت مشغله النار عليهم. اهم حاجه النار تكون متوسطه، لا هي واطيه قوي علشان ما تطلعهاش لونها ابيض من تحت، ولا هي حاميه قوي علشان ما تحرقش الميني بانكيكس من تحت. طبعا هتعرفي انت النار بتاعتك ازاي، هتبتدي تحطي واحده او اتنين كده من الميني بانكيك، والنار تكون شغاله، وتبتدي تظبطي النار بتاعتك وتسيبيها بقى ما تلعبيش فيها. يعني اول ما النار تبقى مظبوطه وتطلع لك اللون الذهبي التحفه ده، تبتدي خلاص تثبتي النار على كده وتبتدي تستخدمي الطاسه بتاعتك. وطبعا بتطلع لك زي ما قلت لك كميه كبيره جدا. يعني حتى العيار الصغير اللي انا كاتبه لك على الشاشه اللي هو ببيضتين دقيق، ببيضتين وكوبايتين دقيق وكوبايه ونص من الحليب، ده بيعمل كميه كبيره قوي. يعني ضعف الطبق اللي احنا شفناه في اول الفيديو كمان. بس انا كنت عامله عيارين علشان زي ما قلت لك كان عندي ضيوف، وكنت عامله لهم الميني بانكيكس دي بيحبوها جدا. وطبعا هي غاليه جدا من بره، فتبيني كده لضيوفك ان انت عامله لهم حاجه غاليه ومكلفه، وهي مش مكلفه ولا حاجه. وطبعا بتخلي فوطه جنبك على جنب تبتدي تحطي عليها الميني بانكيك كده اول ما يطلع من على النار علشان يطرى ويبقى زي الكيك الهش كده. وبعدين انا بزينها بالشوكولاته اللي هي القابله للدهن. بحط كده في كيس من اكياس الحلواني، وبزينها بالشكل ده. وحطيت كمان صوص كراميل، لو عندك صوص ابيض صوص فراوله بيطلع طعمها تحفه. وبألف هنا. مستنيه رايكم في الكومنتات.